ومجموعة من الناس تنظر إلى حالهم، تنظر إلى وجوههم، ما في وجوههم مزعة لحم والعياذ بالله. قد أخذت تلك اللحوم وذلكم الجلد والعياذ بالله، فما ترى إلا وجوها عليها العظم فقط، عيون ناتئة، أما اللحم فقد ذهب. مجموعة كبيرة ما ترى إلا عظام وجههم وأسنانهم. تخيل هذا الهيكل العظمي الذي يصورونه عندما يريدون الجراحة، كيف تكون تلك العظام وتلك الجمجمة وذلك الوجه والعظام التي في الوجه والأنف والأسنان، ولا يوجد ما يغطي هذه العيوب. ما حالهم هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يسألون الناس أموالهم ليتكثروا بها، يأتون يوم القيامة وليس في وجوههم مزعة لحم. غني يتكثر بهذا المال. وانظر إلى أحوال الشوارع والشحاتين وما يحصل منهم، بعضهم قد جعلها مهنة، فيأتون يوم القيامة. لو تتصور أحوال الناس، وإذا دخلت إلى بعض المدن كيف هم وكيف يشحتون وكيف يسألون الناس، ولربما عندهم ما عندهم من الأموال، فيأتون يوم القيامة على هذه الهيئة القبيحة والعياذ بالله بسبب كثرة سؤالهم أموال الناس. فالمؤمن عفيف عزيز لا يريد أموال الناس ولا يتكثر بأموال الناس إلا من كان ذا حاجة وبلغت به الضرورة حتى سأل الناس، هذا لا يدخل في هذا الحديث. وهذه صورة مرعبة وفضيحة عظيمة لمن كان هذا حاله.